قبل أكم من يوم دريك وفريقه القانوني رفعوا قضية على شركة الإنتاج UMG، والسبب هو ترويجهم لأغنية كندريك لامار Not Like Us. والكل مستغرب من طريقة رد دريك على الديس تراك اللي عملوا عليه كندريك، وهالإشي هاد فتح كتير أسئلة، وهي ليش دريك رفع قضية على شركة الإنتاج اللي هي برضه شركته، وليش ما رفع القضية على كندريك شخصياً، وشو هو هدفه من هالحركة هاي. اليوم رح جاوبكم على كل هالأسئلة وأحكي لكم كيف دريك دمر مسيرته بإيده، وبآخر المقطع رح أحكي لكم إيش هي حقيقة علاقة دريك بشركة الإنتاج. لهيك بدون أي مقدمات طويلة خلينا نبلش. لحتى نفهم الموضوع خلينا نرجع لبداية القصة، وهي بعد ما كندريك نزل على دريك أكثر من ديس تراك، وكانت الأمور عادية وحرب دسات مثل أي حرب بين الرابرز. ولكن بعد ما كندريك نزل أغنية Not Like Us، دريك قرر إنه ما يرد على الدس بأغنية، بل رد عليه بدعوى قضائية ضد شركة يونيفرسال وشركة سبوتيفاي. ومضمون القضية هو إنه هاي الشركات كانت عم تروج لدسات كندريك، وكانت عم تسوق إلها بشكل عم يدمر سمعة دريك. وإذا أنت ما بتعرف، شركة يونيفرسال هي الشركة المالكة لحقوق أغاني أكثر من 70% من المغنيين العالميين، ومتعاقدة مع كبار المشاهير مثل دريك وكندريك لامار وتايلور سويفت واريانا جراندي وذا ويكند. وجو شركات الإنتاج بمجال الأغاني كتير سيء، والعلاقة بينهم هي علاقة فلوس، ولو على حساب تدمير سمعة فنان هن المتعاقدين معاه. ودريك كان شاكك إنه هي الشركة قاعدة عم تنصب له كمين، وبدها تدمر سمعته وتقلل من مبيعاته للأغاني من خلال الترويج الكبير لأغنية كندريك لامار. بالقضية دريك بيذكر إنه شركة يونيفرسال كانت عم تستخدم الذباب الإلكتروني أو البوتات كرمال أغنية Not Like Us تطلع ترند وتنشهر على مستوى عالمي. وحتى أحد اليوتيوبرز عمل انترفيو مع شاب مختص بالبوتات، وحكى له كيف انطلب منه يعمل حملة بوتات أو ذباب إلكتروني على أغنية كندريك لامار Not Like Us. You could actually set up a bunch of fake phones, let's say Samsung devices, because device does matter, and what you're viewing it on, it can all be seen by Spotify. So what you would do is you want premium accounts. So like free plays, free trials, those don't work. So what you would do is you would get a gift card, you would set it up to a bunch of phones, and phones, I mean, like, you could emulate them. People can make fake phones off computers and servers and devices and computers and laptops. And you would pretty much just replay that so it looks like it's a play, and you play it for at least a minute of the song, or you could do the full song, and you just have it going in the background thousands and thousands and thousands of times. العالم كلها انصدمت انه بعد البيف اللي صار واللي كان اشهر بيف باخر كم سنة، دريك قرر انه يروح للقضاء. وبمجتمع الراب هالاشي هاد يعتبر اهانة لنفسه، لانه ما قدر يرد بنفس الطريقة اللي هي الدسات. وحتى شركة يونيفرسال ردت على هالقضية بمنشور حكت فيه انه كل اتهامات دريك هي اتهامات غير صحيحة، وانهم عندهم اقوى التقنيين اللي بيشتغلوا لكل المغنيين المتعاقدين معاهم. ولكن هذا الكلام ممكن يكون غير صحيح، لأنه قبل فترة في مقطع انتشر على اليوتيوب بيحكي كيف المغنيين بيستخدموا البوتات لزيادة عدد مرات الاستماع على أغانيهم. والصدمة إنه عادي يكون المغني ما بيعرف بإنه شركة الإنتاج عم تستخدم هالأسلوب هاد. Is that a lot of labels, probably every label, has used bots at some point. Here, the streaming service Deezer said 7% of streams on their platform are fraudulent, and like this article says, that's just what they can identify. وحتى طلع تقرير بيحكي إنه 20% من مرات الاستماع العالمية هي عبارة عن بوتات. وبخصوص موضوع الحلقة، دريك أكيد بيعرف إنه هالشركة عم تستخدم البوتات، واحتمال كبير إنه دريك نفسه يكون استخدمهم قبل. ولكن قبل ما نكمل الفيديو خليني أطلب منكم تعملوا اشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد من الوثائقيات الأسبوعية اللي بننشرها. وبعدها دريك رجع ورفع قضية جديدة على آي هارت راديو بيتهمهم فيها بنفس الاتهامات لشركة سبوتيفاي. والشركتين ردوا وصرحوا إنهم ما عملوا أي اتفاق مع شركة يونيفرسال للترويج للأغاني. وبعدها بأقل من يومين دريك بيرفع دعوة تانية ضد شركة يونيفرسال، والقضية كان فيها كتير تفاصيل هالمرة، واسم كندريك انذكر بالدعوة. هاي الدعوة كمان تضمنت قصة البوتات اللي بتستخدمها شركة يونيفرسال، ولكن هالمرة دريك أضاف أسماء كبار اليوتيوبرز اللي انطلب منهم يعملوا رياكت على أغنية كندريك لامار Not Like Us. وبالإضافة لهالشي دريك حكى على غلاف الأغنية اللي هو بيت دريك، وهالإشي هاد كان تعدي على حياة دريك بعلم من شركة الإنتاج.
وكلمات الأغنية اللي كانت كلها قاعدة تتهم دريك بشغلات غير أخلاقية نهائياً، وكتير عالم صارت تقارن دريك بجيفري إبستين. ولكن كل هالتفاصيل لسه ما خلصت، لأنه بسبب هاي الأغنية وكمية الكره اللي انتشرت ضد دريك، مجموعة من الأشخاص بيروحوا على بيته بكندا وبيدخلوا مع أسلحتهم، ودريك وعائلته كانوا بداخل المنزل، ولكن فريق الأمن قدر إنه يوقفهم ويطالعهم برا المنزل. وبعدها بيومين أحد الأشخاص بيدخل على حديقة المنزل وبيحفر حفرة فيها، ولكن كمان تم التعامل معه من فريق الأمن الخاص بدريك. وكل هالشغلات انذكرت كرمال دريك يورجي المحكمة إنه كندريك وشركة الإنتاج قاعدين يشجعوا العالم على العنف ضده. ومش بس هيك، لأن كمان بداخل الأغنية كندريك بيحكي على أصول دريك وأصول عائلته بطريقة مهينة كتير. ولكن كتار عالم من نفس أصل دريك حكوا إنه هالإشي هاد مو صحيح، ودريك عم يحاول يعمل أي إشي كرمال يتهم كندريك بالعنصرية. وبآخر قسم من أوراق الدعوة بيتم ذكر السبب الحقيقي وراء كل هالمشكلة. إذا أنت ما بتعرف، فدريك بيحقق سنوياً مليارات الدولارات، وشركة يونيفرسال كانت كتير مبسوطة بأنها موقعة معاه. ولكن بسنة 2025 عقد دريك بينتهي مع الشركة، والتسريبات كلها أكدت إنه دريك كان عم يفكر يستقل ويبعد عن شركات الإنتاج. وهالإشي هاد رح يضر كتير بشركة يونيفرسال. ووقت المفاوضات دريك طلب مبالغ خيالية عشان تجديد العقد، وهالإشي هو أكبر سبب لرفع الدعوة. وبالإضافة لهالشي هاد طلب دريك اعتذار علني، وإنه الشركة تحكي للعلن إنها كانت قاعدة عم تستخدم بوتات لرفع نسب استماع أغنية كندريك. ودريك طلع وحكى كيف هالأغنية سببت له أذى نفسي ودمرت سمعته وعرضته للخطر وأدت لتضرر دخله، والسبب كله هو تجديد العقد مع دريك. ولكن شركة يونيفرسال قررت إنها ترد عليه، ونشرت إنها ما دخلها بأي إشي عم يصير مع دريك، وإنهم فتحوا تحقيق ليعرفوا إذا هاي الادعاءات حقيقية ولا لا. وبآخر المنشور اتهموا دريك بإنه عم يحاول يدمر مسيرة أي شخص بيحقق نجاح وبيكسر الأرقام القياسية اللي حققها هو. وهالشغلات كلها اللي عملها دريك خلت باقي شركات الإنتاج تهاجمه وتنشر مقالات عنه. مثل مقال انتشر على موقع بيلبورد بيحكي كيف تصرفات دريك ما لها علاقة بالهيب هوب، وإنه شخص أناني همه بس تدمير زملائه. ولنجي للواقع، هالإشي هاد ممكن يكون صحيح، لأن بمجتمع الراب مثل ما حكينا قبل، أي بيف بيصير بين أي اثنين رابرز بيضل بمستوى الدسات، وأي شخص بيتصرف غير هيك وبيلجأ للقضاء بيكون شخص غير منتمي لهذا المجتمع. وبدون ما نذكر انه دريك من البداية هو شخص غير مقبول من اغلب الرابرز. وشون سي نشر مقطع بيحكي فيه تفاصيل القضية وكيف دريك خايف من كندريك لامار ومن شركة الانتاج. Lawsuit is not about the artists who created Not Like Us, of course, because your pride wouldn't allow you to sue Kendrick Lamar, who you would undoubtedly have a much stronger case against than UMG. And when I say much stronger, I don't mean he would win or even get anywhere. I'm just saying that it would be more reasonable to sue the man that actually wrote the lyrics as opposed to the company that allowed him to release it. It is instead entirely about UMG. وشون كمان حكى عن الفلوس اللي حققوها سوا، وكيف قررت شركة الإنتاج تدمير سمعة دريك مع أنه هو أكبر كنز إلهم. Why would UMG, who has given Drake so much money and also received so much money as a result of the music that Drake's been making from the infancy of his career, what benefit would it be to UMG, who still needs Drake to sell records on their label to damage his reputation, preventing him from being able to do the thing that will make not only Drake but UMG, the company who's funding him, more money? كل هالتفاصيل هي بتوضح انه علاقة دريك مع شركة الانتاج كانت علاقة قوية، خصيصا لما نعرف انه دريك هو المغني الوحيد اللي متعاقد مع هاي الشركة وبيملك حقوق اغانيه. واذا انت ما بتعرف، فهالاشي هاد نادر انه يصير، لانه كل المغنيين ما عندهم حقوق اغانيهم، وممنوع انهم ينشروها او يغنوها باي حفلة بدون موافقة شركة الانتاج. وانتو احكوا لنا رأيكم بالكومنتات، وما دمت وصلت لهذا المقطع من الفيديو فأنت صرت جاهز لتحضر المقطع اللي رح يطلع لك على الشاشة هلأ. ولا تنسوا تعملوا اشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد من الفيديوهات الأسبوعية اللي بنعملها. كنت معكم العساف، وبشوفكم بالفيديوهات الجاية.